مشاهدينا برحب بيكم مجددا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وملف مثير للجدل. مهم جدا ان احنا نتكلم عنه بشكل اكثر استفاضه، خاصه ان دول كتيره جدا قطعت شوط كبير جدا في الاونه الاخيره في هذا الفن، فن التحريك او الانيميشن او الرسوم المتحركه. والحقيقه ان بدات للناس اللي مهتمين بفن الانيميشن بدا في مصر منذ اوائل القرن العشرين، والحقيقه مصر قطعت شوط مهم جدا وظهرنا بالتوازي او مع الدول المتقدمة. وفترة السبعينيات والثمانينيات برضو مصر كانت سوق مفتوحة للأنيميشن، ولكن حدثت الانتكاسة. طب يا ترى ايه السبب؟ ايه اللي أدى ان احنا نتراجع في هذا الفن المهم جدا اللي يعني بيحقق طفرات وطفرات على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الفلوس في شباك التذاكر في دول أخرى؟ النهاردة هنتكلم عن حاضر وتاريخ ومستقبل فن الأنيميشن وأفلام التحريك في مصر، وبأشرف بهذا اللقاء معايا اثنين من رائدات هذا الفن اللي اسمهم مهم جدا في هذا المضمار. معانا ومعاكم دكتور شويكار خليفة، المخرجة المهمة جدا في مجال الرسوم المتحركة، رائدة في هذا الفن، وبنرحب بحضرتك منورانا معانا النهارده. ومعانا كمان النهارده الأستاذة سحر الدالي، مدير إدارة الرسوم المتحركة والجرافيك بالمركز القومي للسينما. حضرتك منورانا وإن شاء الله هنسعد بوجودكم النهارده. في البداية خالص الشغف، يعني طالما اشتغلتوا في مجال الانيميشن وافلام التحريك ده شغف، في البدايه عايزه تعريف لما هو يعني فن الانيميشن وفلسفه كل حد فيكم عنه. نبدا باستاذه سحر، اتفضلي. ماذا يراد بفن الانيميشن؟ هو فن الانيميشن كان له تعريف قديم ان هو يبدا الانيميشن عندما ينتهي اللايف. دلوقتي بقى بيبدأ الانيميشن مع اللايف، لان دلوقتي معظم الافلام بيبقى بيدخل فيها فن الجرافيك، وفن الانيميشن يعني جزء منه كبير جرافيك. فدلوقتي بقت العملية عملية ممزوجة، ما بقاش تقدريش تفصلي اللايف عن الانيميشن، هي بقت لحمه واحده. بس زي ما حضرتك قلتي احنا عندنا تراجع فعلا في فن الانيميشن. يعني احنا بدانا اقوياء جدا، بدانا بمستوى يعني ممكن طبعا الاستاذه شويكار تكلمك عن الموضوع ده، يوازي الشغل للسينما العالميه في الانيميشن. وللحق ربنا دلوقتي لا احنا متراجعين كتير يعني، وده له اسبابه. وده له اسبابه يعني نطرحها بعدين. نعم. دكتور شويكار، حضرتك صاحبه شغف في هذا المجال، واكيد ليكي فلسفه خاصه عن الانيميشن لما اخترتي ان انت تشتغلي في فن التحريك او الانيميشن. ايه هي الفلسفه دي؟ شوفي، انا من وانا طفله وانا خيالي واسع شويه زياده عن اللزوم، وعلى طول ملاحظه كل حاجه حواليا وشايفه كل حاجه بتتحرك، بس ما كنتش اعرف يعني ايه رسوم متحركه اصلا، غير بقى لما كنا بنروح السينما، المترو، الفيلم الصغير، الكرتون، يعني مجرد محبه للفيلم. لما دخلت فنون جميله، دخلت فنون جميله ديكور، ما كانش فيه رسوم متحركه. خرجت من الفنون الجميله واشتغلت في التلفزيون، دخلت معهد التلفزيون، فوجئت ان في حاجه اسمها رسوم متحركه في التلفزيون. فورا حولت من ان انا مساري الى الديكور الى الرسوم. لقيتي شغفك؟ لقيت ده بقى، ده اللي انا عاوزاه، دي الحاجه اللي انا عاوزاها. انا كنت وانا بسقي الزرع بشوف البقابيق الميه بتطلع ازاي، تتخيليها يعني شايفه كل حاجه حواليا كرتون. الناس بتتكلم ازاي، ده شبه كذا في الكرتون وده شبه كذا في الكرتون. تقريبا انا حياتي كلها كرتون. فهو شغف على حياه يعني. جميل. استاذه سحر، المؤرخون والمنظرون رجعوا فكره الانيميشن للعصر الحجري، ان انسان الغاب وانسان الكهف كان بيسجل ذكرياته وملاحظاته في شكل مشاهد متراتبه او متلاحقه متسلسله. وبرده الحضارات القديمه زي الفرعونيه هنجد مراسم الدفن، مراسم الاحتفال، التتويج، كل ده مذكور على الجداريات الفرعونيه. ده صحيح. حضرتك بتوافقي على هذا الرأي ان الانيميشن قد كده قديم وبيضرب في عمق التاريخ؟ ده صحيح. وفي لحد النهارده زي ما حضرتك قلتي دلوقتي مسجله الحاجات دي في المعابد بتاعتنا، زي ما قلتي مراسم الدفن والموسم الحصاد والمواكب بتاعه الملوك كلها متصوره انيميشن. حتى حركه الحصان موجوده، حركه حصاد الزرع موجوده، المراحل بتاعتها. ففعلا ده موجود من قديم الازل يعني. موجود. استاذ شويكار، خلينا نرجع بالتاريخ لورا لسنه 1900
1900 ونفتكر على طول المؤسس لعالم التحريك أو لفكرة الرسوم المتحركة أو الكرتون جيمس بلاكتون، يعني واحد من الرواد الكبار اللي هو جاي ستيوارت بلاكتون الأب، والفيلم اللي قدمه بعد كده ناس كتيرة بنت بعديه، ولكن الشهرة الأكبر كانت من نصيب والت ديزني. ليه؟ بصي، هو بس في حاجه بسيطه اضافه للاستاذه قالتها على الجداريات. في الجداريات في مقابر بني حسن في المنيا هتلاقي المصارعه الحره، هتلاقي رقص، هتلاقي لعب كوره، هتلاقي كانك بتشوفي ترتيب الانيميشن بيتعمل ازاي. فده يعني شيء. هتلاقي الكاريكاتير، هتلاقي شكل قطه واسد بيلعبوا شطرنج مع بعض، هو ده كرتون غير الحركه. فدي يعني كان مهم قوي ان احنا نقول ونفخر بان احنا الكرتون معروف عندنا من قبل زمان قوي، من قبل التاريخ. بالنسبه للكرتون في العالم في محاولات كتير قوي 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 قبل ديزني، والفرنساويين اشتغلوا قبل ديزني. وفي واحد امريكاني عمل حاجه اسمها هو اسمه وينسور ماكاي، عمل الديناصور دينستي. ديناصور رسم رسومات على ورق بالقلم او بالحبر، بالورق العادي، بالورق الابيض العادي، ما كانش فيه بقى السليلويد والتكنيك اللي هو المتقدم في وقتنا يعني، او في وقتهم يعني. ففي مراحل كتير قوي قبل ديزني. ديزني كان من حظه ان هو عمل صناعه، مش بس اكتفى بموهبه او بفيلم او حاجات قصيره مضحكه او كده، لا والشخصيات كمان، صناعه والشخصيات طبعا. ما هو ده، ما هي دي الصناعه. انت بتعملي كل حاجه، يعني بتعملي دايره الانتاج، انتاج وتخطيط وشغل، والشغل يجيب شغل، والشغل يجيب شغل، وهكذا. صحيح. لكن مش واحد. احنا هنا عندنا احنا بنشتغل بمجهود فردي للاسف. للاسف. رغم ما مر علينا من مراحل قديمه من 36 من ايام الاخوان فرانكل، وعملوا الشغل، وكانوا ما كانوش مصريين، كانوا جايين مهاجرين روس، لكن عاشوا في اسكندريه واشتغلوا وعملوا شخصيات مقتبسه الى حد ما من الشخصيات الاجنبيه، لكن وظفوها توظيف مصري. صحيح. وسموها مثلا مش افندي، على اساس راحوا يطلبوا طلبات عشان يعملوا شغل كرتون من مؤسسه حكوميه، فقالوا في المشمش، فخد كلمه في المشمش عملها شخصيه. فشوف الروح المصريه الفكاهيه، وعملوا افلام دعايه للقطن. صحيح. فيعني احنا بادئين من بدري. بس للاسف الشديد مرينا دلوقتي للاسف مرينا بمراحل بقى. يعني مرينا بمراحل فيها انتاج او فيها مجاهدات كلها فرديه. انا باكد على كلمه فرديه دي، لان دي صناعه، ما ينفعش تبقى مجهود شخصي، ما ينفعش تبقى فرديه خالص، مش مفروض تبقى فرديه. ليه انا ابقى مجتهده بس ان انا اعمل حاجه واموت تاني؟ صح. دي حاجه لازم دايره تستمر في الانتاج، وكل مره بيزيد وبيتحسن الانتاج. صحيح. لكن احنا بننام ونقوم وننام ونقوم، ما ينفعش. صح. وتعقيبا للكلام استاذه شفيقار، ان بدايه والت ديزني ما كانتش بدايه قويه. كانت بدايات ساذجه. ومع الاستمراريه والاراده والمحاولات وتسجيل العقبات، بقت في صناعه لوالت ديزني وصناعه لرسوم متحركه. صحيح. واحنا بنعزو كمان الفضل في اول فيلم كرتون ملون، يعني هو كان في محاولات تانية كتير قبله، ولكن هو صاحب اول فيلم ملون. كمان فكره مدينه ديزني ان هم بيستثمروا الملابس والاكسسوار وكل حاجه، فعلا صناعه متكامله زي ما حضرتك اتفضلتي. هي لازم هي زي السينما، زي اي حاجه لازم يبقى فيها صناعه، ما يبقاش كده الواحد بيحارب لوحده طواحين الهوا زي ما بيقولوا. دون كيخوت. يعني ما ينفعش. صحيح. يعني هي دي عاوزه حد. معلش انا هقول تعبير يمكن يبقى صادم شويه، وانا قلته قبل كده مع الاستاذه سحاب. فن الكرتون في مصر فن لقيط. صح، سمعنا. ملوش صاحب. طب ليه حضرتك قلتي كده؟ لان جهد فردي ومفيش اهتمام من الدوله؟ لا، في على فترات الدوله بتهتم على فترات حسب اهتمام المسؤول. يعني جه واحد عنده رغبه في انه يعمل حاجه كده للاطفال، وحاجه، ما هو طبعا برضو كمان في نقطه، احنا بنتكلم على انه للاطفال، هو مش للاطفال بس احنا واحد بيحب الكرتون. بالظبط. واحد بيحب الكرتون بيذلل. احنا عندنا هنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نعمل الكبار. احنا اصلا عاوزين اصلا نعمل للاطفال، وبعدين نبقى نتطور ونعمل
حاجه فاميلي، بننظر ليه نظره قصيره يعني. بالظبط. بس احنا محتاجينها، وليكن قصيره وليكن احنا محتاجينها. ما ينفعش ان انا انام واقوم وانام واقوم، لازم استمر اجود احسن، لان احنا ثبت بالفعل لما بنشتغل بنطلع اجمل شغل. حلو. ده صحيح. وعندنا المواهب، وعندنا دلوقتي الامكانيات بقت متطوره جدا، والشباب بيتعلموا عليها ببراعه من غير ما يعني عارفه دايما بره ياخدوا دورات يتمرنوا. احنا كده بندخل بقلب جامد بقلب جامد في الحاجه، ويكتشفوا ويطلعوا ويفاجئوني. كانوا بيفاجئوني في رسوم متحركه. احنا شاطرين للاسف، بس عايزين حد يحتوي الفكره ويهتم ينمي الشطاره دي. طب استاذ سحر، على ذكر الكرتون او الانيميشن او افلام التحريك، في مواد اخرى وفنون اخرى ظهرت قبل الانيميشن زي خيال الظل، زي الفانوس السحري، زي الدميه اللي بالعصا، يعني في حاجات كتيره جدا. هل ممكن ان احنا ندخل الفنون ده ضمن مظله التحريك او الانيميشن ولا لا؟ ده فن مستقل بذاته اللي هو داخل تحت مسمى الستوب موشن. يعني الا مثلا فن الجوانتي اللي هو فن العروسه الجوانتي، فن الماريونات، لكن فن السيلوات او فن العروسه المتحركه اللي بتتحرك كادر كادر دي ده تحت مسمى الستوب موشن. وده برضو تخصص جميل جدا، وكله لو احنا نقول كله عباره عن انيميشن، يعني كله تحريك وقتي بالتوقيت. يعني تحريك التوقيت كله ده يعني بينضم تحت الانيميشن. لا انا كنت عايزه اقول نقطه مهمه جدا تعقيبا كلام استاذه شويكار، ان عندنا فعلا احنا مواهب هايله جدا. ما عندناش مشكله في الطاقات يعني، لا بس الطاقات غير موجهه وغير مدربه ومش واخده فرصتها، وقدامها عقبات كتير. يعني انا لو عندي واحد موهوب مثلا مصري موهوب 70%، وواحد من غير مش مصري موهوب 50%، مع الاهتمام ومع الرعايه ومع الركائز الصح بتلاقي ال 50% وصلوا للي في 70%. ورغم ان انا قدامي فرصه ان موهبه ال 70% دي اوصلها ل 90%. احنا بنخلق العقبات، احنا بنقتل الابداع هنا. احنا بالظبط كده، احنا ما بنحتويش، ما فيش احتواء، ما بندعمش الركائز. يعني انا يعني اي صناعه، يعني زي الاستاذه شويكار ما قالت هي صناعه، طب انا بدعمها ازاي؟ الصناعه دي بيبقى لها ركائز. فالركائز عندي انا بالنسبه للانيميشن هي الابداع والتمويل. انا عندي مشكله في الاثنين، المبدع ما بنميش ابداعه، والركيزه الماليه ما فيش دعم مادي، زائد ان في كمان عقبه خفيه اللي هي ما بتبانش، ما بنقدرش نقول ان هي دي عقبه، اللي هو الجو البيئي اللي انا بنمي فيه الشخصيه المبدعه دي. يعني انا المفروض الشخصيه دي اتبناها من اول ما بتتولد بالظبط كده لحد ما بيبقى يعني انيميتور فاز. يعني انا ما عنديش الاحتواء ده. بيشوف في المدرسه قبح، بيشوف في الشارع قبح، بيشوف في المعاملات قبح في المعاملات، ممكن يكون في البيت كمان. وفي البيت ما فيش العنصر الجمالي اللي بربي عليه العين مفقود عندنا دلوقتي. يعني حتى لما بتبقى في حاجات معموله يقول لك ده فن معمول. هنتكلم على فن الطرق اللي هو الناس كلها بتشوفه. تعالي شوفي فن الطرق في الخمسينات وفي الثلاثينات اللي هو والله يعني حاجه انا بحزن حاجه تحزن لما بتشوفي الميادين عندنا عامله ازاي، تشوفي النافورات اللي كانت قديمه كانت بتتعمل ازاي والنافورات النهارده ازاي، التماثيل، نسب التماثيل. وعندك كمان انت لو عملتي بيهدوا بيرسموا بيلونوا بيخربوا حتى، فانت يعني واخداها من السلم لتحت مش للسلم لفوق. فده وضع طبيعي بيأثر على المبدع في الرسوم، على اي مبدع عموما يعني. فدي مساله محتاجه نصح. حضرتك عليكي تعقيب. هضيف حاجه برضو بالنسبه للاستاذه سحر جت سيرتها، بالنسبه للاطفال. مهم جدا المبدعين ان انت تبقي وراهم، ان انت تكتشفيهم سواء كان في البيت او في المدرسه، وان انت تعرفي اتجاهه ايه وتوجهيه وتساعديه. انا اذكر في زياره لوالت ديزني قابلت شباب صغيرين كلهم قاعدين على الشغل بيشتغلوا فرحانين بحالهم وبنفسهم وصغيرين شباب. انا حسيت ان انا وقتها كنت في الاربعينات، حسيت ان انا اروح اموت بقى بالنسبه لهم. ايوه انا ما وصلتش اللي هم وصلوه وهم شباب وصلوا لده. ففي واحد منهم قال لي عارفه انا كنت باجي كل يوم، ماما كانت بتشتغل هنا وكنت كل يوم بعد المدرسه اجي واقعد معاها والف على اصحابها واتفرج عليهم. شغف.
لغايه ما بقى مخرج رسوم متحركه مشهور في بلده وهو صغير، لان عرف سكته، اتوجه. هي دي المشكله، ما عندناش الفرص. احنا في تربيتنا بنكبت اولادنا سواء في المدرسه أو انا زرت مدرسه في الاقصر، المدرسات كلهم في الحوش ماسكين عصيان. ازاي هتطلعي مبدع وفنان ونفسيته سويه؟ ماشيين بعصيان. انا رايحه اعرض عليهم كرتون وافرجهم وافتح لهم الدنيا، والمدرسات واقفين بعصيان. ازاي؟ صح. هتطلعي منه جبان، مرعوب، مهزوز، ما فيش شخصيه، ما فيش شخصيه. تلي الراي فيه كمان. فين ده؟ نعم. صح. هو يعني المبدعين حاليا والله العظيم موجودين. الامكانيات بقت اسهل من زمان بكتير جدا. بس هي المشكله دايما ان احنا ما عندناش استمراريه. ما فيش خطه، ما فيش حد باكنج ليكي على طول الخط. جه حد مسؤول مهتم، عملتي كرتون. صح. مشي وجي واحد تاني نص نص مش مهتم، مات الكرتون. عاش الملك مات الملك. هي كده والفن بالزبط. بيتاثر مع من يجيء، لان انت عاوزه تمويل، وبعدين راس المال الخاص ما بيجازفش بان هو يعمل كرتون الا قله قليله جدا. قله قليله مندسه اللي هم جواهم الشغف. لا، حتى القله القليله دي اللي بتنتج وهي ملهاش اصلا في الكرتون بغرض وبهدف برضه مش فني. نعم. طيب اسمحوا لي دلوقتي اخد فاصل قصير جدا وعود اللقاء بحضراتكم مره ثانيه. مشاهدينا فاصل قصير جدا ونعود اللقاء بكم مره ثانيه. لسه مكملين المشوار ولسه بنتكلم عن فن التحريك والانيميشن، احنا فين وبقينا فين وناويين نتحرك ولا لا؟ انتظرونا بعد الفاصل. في مصر لم يكن ظهور فن الرسوم المتحركة متأخرا كثيرا عن ظهوره العالمي، ففي مطلع الثلاثينات من القرن الماضي قام الخواجة فرانكل صانع الأثاث الروسي الذي جاء إلى مصر مع عائلته هربا من الاضطهاد الديني لليهود في أوروبا، وبمساعدة أبنائه الثلاثة بصناعة أول فيلم كرتون مصري تحت اسم مشمش أفندي، تلك الشخصية الكلاسيكية للصعلوك المصري خفيف الظل وحبيبته بهية التي لازمته في معظم أفلامه. وقد اقتبست عائلة فرانكل اسم مشمش أفندي من حادثة طريفة تعرضوا لها حين قابلوا طلعت حرب الاقتصادي الأشهر وراعي الفن في هذا الوقت ليعرضوا عليه فكرة تمويل صناعة فيلم كرتون مصري، فقال لهم بسخرية مفيش فايدة، ده في المشمش، فقرروا أن يطلقوا على شخصيتهم الكرتونية اسم مشمش أفندي، كما أسموا فيلمهم الأول مفيش فايدة، وكان الفيلم مدته 8 دقائق ونصف، وتم عرضه في 8 من فبراير عام 36. واستمرت بعدها عائلة فرانكل في احتكارهم لصناعة أفلام التحريك في مصر، حتى أنهم استعانوا ببعض نجمات السينما المصرية في بعض أفلام مشمش أفندي مثل صباح وتحية كاريوكا، حتى أن الحكومة المصرية قررت عام 39 استغلال شعبية مشمش أفندي في إعداد المواطنين معنويا للحرب العالمية الثانية، فأنتجت فيلم مشمش أفندي في الدفاع الوطني. لما يبقى لنا مدافع طيارة غير الأسطول في أي حالة نقول ندافع يبقى صوتنا له قبول، يحيى مشروع الدفاع. هجرة آل فرانكل عقب أحداث ثورة يوليو توقفت في مصر صناعة الرسوم المتحركة لعدة سنوات، حتى ظهر الفنان العبقري علي مهيب رائد فن الرسوم المتحركة في مصر والشرق الأوسط في مطلع الستينات من القرن الماضي، والذي أسس أول استوديو للرسوم المتحركة في الشرق الأوسط، كما أنه من أنشأ فيما بعد قسم الرسوم المتحركة في التلفزيون المصري. وعلى مدار سنوات طويلة
طويلة تالية. ورغم ظهور العديد من رواد هذا الفن في مصر بعد ذلك من أمثال الرائعين فهمي عبد الحميد، زينب زمزم، شويكار خليفة، ورغم إنتاج العشرات من أعمال الرسوم المتحركة في مصر وبتقنيات حديثة مثل سوبر هنيدي، القبطان عزوز، المغامرون الخمسة، بسنت وضياسي، عصام والمصباح، وقصص الحيوان في القرآن، تلك الأعمال التي قام ببطولتها الصوتية مشاهير نجوم السينما والدراما في مصر. مغامرات جديدة. يا ما نبهته وقلت له بلاش قاعدة بالساعات قدام الفيس ده يا جدو، بس ما سمعش كلامي. أهو الفيسبوك بلعه. يعني ايه؟ جدي راح هيكمل بقية حياته بروفايل بيكتشر؟ طلعت ايدك معايا نزق البوابة دي. الحق يالا، دول عايزين الايميل وكلمة السر. افتح يا سمسم. طب ما تفتح انت. ايه ده بيبولق يا عم. إلا أن تجربة بكار الرائدة للمخرجة القديرة الراحلة منى أبو النصر تبقى حتى يومنا هذا هي التجربة المصرية الأبرز والأنجح في هذا المجال على مدار السنين. يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكة وصوتها في قلبه بيضوي ألف نهار، يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار، يا ابو ضحكة وصوتها في قلبه بيضوي ألف نهار. مشاهدينا ورجعنا تاني ولسه مكملين مع حضراتكم مشوارنا مع فن أكثر سحرا وأكثر جاذبية، وكانت البدايات قوية جدا في مصر، وبنأمل أن في الفترة القادمة يكون في هذا الاهتمام الكبير بفن الأنيميشن لما يحمل بين طياته الكثير من الأمور الإيجابية والحسنة، وكمان ممكن يدر المليارات والملايين ده لو احنا عايزين. برحب بحضراتكم مرة تانية، منورين الدنيا كلها. أستاذ سحر، كنا قبل الفاصل كانت أستاذة شويكار في معرض حديثها كده ذكرت عائلة فرانكل وتجربتنا عام 1932 يوميات مشمش أفندي في المشمش، فاكرة؟ وعايزين نتكلم عن التجربة دي، وخاصة ان هي ظهرت مع التجربة العالمية بالتوازي، زي ما السينما بدأت مع الإخوان لاميار بالتوازي برضو، وكان في قوة شديدة. تقيمي التجربة دي ازاي، وكنتي حضرتك تشوفيها ازاي أو تؤرخي لها ازاي؟ لا أنا ما أقدرش أأرخها، لكن أنا هقول لك التجربة دي كانت تجربة طفرة واختفت بعد كده. حزنتيني للاسف هي كانت تجربه تقريبا يعني نعتبرها تجربه فرديه، تجربه وحيده، تبعها فيلم واحد تاني بعديها. على راي استاذ شويكار تجربه لقيطه بالظبط كده. هم عملوا فيلم وبعديه فيلم صغير بعديها، وبعدين اللي يظهر ما لقوش المناخ المناسب ليهم فخدوا بعضهم سافروا على فرنسا وسافروا بعد كده على فرنسا. في فرنسا ممكن يكونوا تألقوا يعني اكيد. لكن انا عايزه اتكلم عن تجربه كانت مهمه جدا هنا في مصر في اواخر السبعينات. وكانت تجربه تحدي من الفنان الرائع مصطفى حسين. استاذ مصطفى حسين عمل تجربه تحدي، لان هم قالوا له انت بتاع كاريكاتير، انت فنان كويس بتاع كاريكاتير بس، والفن الرسوم ده انت مش هتقدر عليه. جت الحكايه كده قال لهم انا اقدر اعمل فيلم بشخصيات بكاركتر بتحريك اقوى من ديزني واقوى من اي حد. وفعلا عمل فيلم عن الفرعون الصغير، وكانت بدايه قويه جدا وناجحه جدا، لكن للاسف ما استمرتش. يعني ساعتها الاستاذ مصطفى حسين قال لا انا ليا اكتر في الكاريكاتير بتاعي، بس انا عايزه اوريكم ان انا اقدر. وبيثبت ان هو يقدر يعمل حاجه إنه وفعلا ادي المصري بقى. يعني المصري ده لو احنا تبنيناه وادينا له الدعائم الصح هيبقى ما تقوليليش والت ديزني، ما تقوليليش حد تاني. لا هو فعلا بطبيعته فنان. يعني احنا الفنان المصري بطبيعته فنان. يعني الشباب الصغير، مش شباب، الاطفال اللي بيعملوا رسومات عشوائيه وبعدين بياخدوهم مش متعلمين حتى وبياخدوهم في اللي بيعملوا فيها السجاد النسيج في الحرانيه، دول كلهم اساسا مش متعلمين. تعالي شوفي الشغل اللي بيعملوه في السجاد والرسومات اللي بيعملوها والالوان اللي بيختاروها والابداع
اللي بيحصل صح. من طفل صغير ما تعداش سنه 12 سنه. ماكات او ما فيش مثلا حاجه ما فيش، هو بيعمل لنفسه وبيعد لنفسه، بيخلق لنفسه، بس هو لقى المناخ الصح. لقى حد بيحتويه، ولقى حد بيجيب له نول، ولقى حد بيقعده، وحد بيقول له اعمل كذا. هي كده ارشده، بدأ هو يكمل بعد كده وبيبقى فنان بعد كده، فنان نسيج، فنان سجاد، رائع رائع. لكن احنا ما بناخدش من يعني احنا بيجي الطالب بتاع فنون جميله المجموع وما جابوش دخله طب ولا ما دخلوش بتاع، يقول لك انا اعمل ايه؟ اعمل والله يقول لك اعمل الثانيه على فكره اعمل قدرات خير امتحان القدرات وادخل بقى فنون جميله، اهي منها مهنه كويسه وبتاع، بس خلاص هو كبر. احنا دلوقتي ان ده له علاقه بالتربيه، ان الاب والام دايما لا احط حاجه تامنك ماديا، يبقى اسمك مهندس دكتور مش عارفه ايه، فبيقتلوا الابداع الفني. لو هي علاقه بالتربيه المجتمع له دور بقى كمان يعني يعني انا كمجتمع لازم اتبنى المواهب، زي ما بعمل مدارس للكوره، بلف الكوره وبلف صحيح. النجوع وبروح انقي المواهب بتاعه الكوره، زي ما بعمل برامج للغناء وبرامج للرقص وكده. اعمل برامج ان في فيلم ومده الفيلم ما خلوش هي دقيقه ونص، كفايه فيلم انيميشن، ويعملوا مسابقات ويعملوا له جوائز، تبص تلاقي الحركه نشطت. وبقى فيه تمويل وبقى فيه ابداع وبقى فيه منافسه. صح. لكن انا واحد باخده من كليه فنون جميله او معهد سينما وبتاع وهو كبير واقول له خش على فيلم من غير امكانيات من غير توجيه، منتظر طبعا هيبقى فيه نزول في المستوى طبعا. نعم. استاذ شويكار حضرتك انا عندي تجربه مع الاطفال. عملت ورشه رسوم متحركه مع الاطفال في مهرجان سينما الطفل في الدوره من 3-4 سنين كده. وكان معايا 2 كنديين متخصصين في الدورات الرسوم المتحركه للاطفال. عملنا مع اطفال من مختلف الفئات ورشه 3 ايام او يومين ونص عن اضرار التدخين. حلو قوي. وتتفرجي على ابداع الاطفال والتزامهم اللي بقى مبهر للكنديين. يقول له تصدقي ان هم قدام الاجانب كانوا اخر التزام. قدام الاجانب والله العظيم انا بقيت مستغرباهم. وبعدين ايه، مش من كلهم، مش من ستاندرد واحد ولا ليفل واحد، فئات مختلفه، طبقات اجتماعيه، وتحسي ان هم كلهم نفس التربيه، بيتكلموا بالراحه، بيستأذنوا قبل ما يقوموا. انا انتوا ولادنا انتوا. كنت مستغرباهم. لما عملنا ندوه عشان نعرض الفيلم والكنديين قال لك احنا متفقين تماما ومستغربين جدا اسلوب الولاد. ايه ده مسؤولين وعملنا شغل حلو. يعني فيلم دقيقه ونص دقيقتين عن اضرار التدخين، طلع رائع. فهي الحكايه كلها ان انت بتعدي، بتخططي، بترتبي، بتحضري. صح. المشكله كلها مش بس فلوس. مش بس فلوس، ده مبتدئه من الاول خالص. ازاي بتربي او بتعدي فنان. صحيح. طب استاذ سحر خلينا نرجع حديثك. اتفضلي. تكمله لحديث استاذه شويكار. كان برضو في تجربه في جمعيه المصريه للرسوم المتحركه ان احنا بنعمل ورش. دي بقى مش اطفال، احنا قلنا هنعمل ورش اي حد عايز يتعلم رسوم ويتعلم ستوب مهما كانت سنه. ابص الاقي واحد يقول لي انا ظابط، والتاني يقول لي انا كليه هندسه، وانا اداب، وانا ثانويه عامه، في ابداع مكبوت عايز يخرج. فجيت سالتهم قلت لهم طب انتوا يا اولاد لما انتوا حابين الموضوع ده، قال لي ما هو ده مجموعي، وده بابا يقول لي انت هتبقى فنان مالكش عيش في البلد دي، كلام كده يعني. طب انا دلوقتي مجرد ما لقيت وزي ما قالت الدكتوره، زي ما قالت الاستاذه شويكار، قد ايه عندهم شغف، قد ايه كانوا حابين ده بيتعمل كده. والله طب ده احنا هنعمل فيلم بقى، طب الدوره الثانيه هتعمل لنا مش عارف. واللي يعني اللي اذهلني ان الفيلم ده طلع له ترشيح لاحد المهرجانات في ابو ظبي، مهرجان تروف فيست اريبيا. وكان من ضمن 300 فيلم اخدوا منهم 12 كان فيلم ريشه حريه، ده من الافلام اللي خدت ايوه. استاذ سحر، زي ما استاذ شويكار ليها تعبير كان قوي وجريء ولكن معبر بشكل كبير جدا عن حقيقه الوضع، ان احنا بنعاني، ان ده بيتعامل معاه لانه فن لقيط. حضرتك برضو ليكي تعبير اكثر جرأه كمان لما قلتي ان الناس ما فيش احتواء للمواهب ومش متفاهمين الاهداف الساميه اللي جوه فن الكرتون.
طيب وانتي بتواجهي الكلام ده كان حاطه عينك على حد معين، حاطه عينك على جهه محدده يجب انها تنهض بقى وتتحرك علشان تهتم بهذا الفن؟ أين وزارة الثقافة من فن الرسوم، من الصناعة دي في حد ذاتها؟ هو في تمويل حقيقة وزارة الثقافة بتعمله للأفلام اللايف عموما يعني، بس مش جوه التمويل ده تمويل للرسوم المتحركة. ما فيش لسه تمويل جاد للرسوم المتحركه، لان حطي تحت جد دي 100 خط. لان فن الرسوم بتعتمد على المسؤول، صحيح، مهتم او غير مهتم زي ما حضرتك قلتي. بس بالزبط. لازم يبقى الاهتمام اهتمام مؤسسي مش اهتمام فردي. دي نقطه. والنقطه الثانيه ان انا عشان اعمل فيلم رسوم ده عمل ابداعي لكل فرد فيه. يعني لو انا هقول السينما اللايف، المخرج، المصور، الممثل، الباقيين بيبقوا فنيين وتبع قيادة المخرج والمصور. أما فن الرسوم هو فن من A to Z إبداع. يعني المخرج بتاع العمل ممكن هو اللي يبقى الرسام، ممكن هو اللي بيبقى الناريشن، ممكن هو اللي بيديالوج، ممكن هو اللي بيرسم المفاتيح والإن بتوين. يعني مخرج الرسوم هو مبدع شامل. فده محتاج رعاية جامدة جدا، محتاج تحضير جامد جدا لفنان الرسوم المتحركة. زائد بقى قوة الخيال، زي ما قلت لحضرتك في الأول إن الرسوم المتحركة هي فن الممكن من بعد الممكن. نعم. يعني أنا بخلق الخيال اللي هو ما يوصلش عند اللايف، بعديه بقى بيجي الرسوم. فده المبدع ده لازم اوفر له البيئه في البيت وفي الشارع وفي المدرسه وفي الكليه وفي الاكل اللي ماما بتقدمه له له حاله. استاذه سحر، خلينا نبدا من نفسنا، خلينا نتكلم عن حضرتك. حضرتك مديره اداره الجرافيك والرسوم المتحركه بالمركز القومي للسينما. ماذا تقدم هذه الاداره لفن التحريك والانيميشن؟ وهل انتوا بينقصكم مشاكل معينه او معوقات معينه بتوقف قدامكم؟ هل المشاكل في التدريب ولا الطاقات ولا التمويل؟ يعني كلمينا بصراحه وبشفافيه شديده في هذا الامر. اوكي، بصراحه ما حدش يزعل يعني خالص، ولا اي حد عايزها. اولا بقلب جامد، بقلب جامد. المركز القومي للسينما، الفنانين اللي في المركز دولت صفوه فنانين الرسوم من الكليات الفنيه من اول اسكندريه لحد الاقصر. تمام. الدفعات كلها دفعات اوائل، كلها دفعات عملت مشاريع قويه، عملت درجات نهائيه او شبه نهائيه في الامتحانات بتاعتها. يعني ناس جايه جاهزه ان هم يشتغلوا. بيصدموا بطريقه العمل الروتيني والبيروقراطي اللي موجود في المركز. دي نقطه. النقطه الثانيه التمويل بالذات للرسوم تمويل ضعيف. النقطة الثالثة طبعا الرسوم المتحركة أو الأنيميشن مش محتاجة خالص تمويل ضعيف، بالعكس. لا، ده تيم وورك وعمل مكلف جدا. والفيلم يعني الدقيقة أو الثانية مكلفة جدا. حضرتك عارفة أنت ثانية الرسوم احنا كنا قبل كده بنعملها 24 كادر. يعني حضرتك عشان تحركي إيدك من هنا لهنا لازم ترسمي لي 24 ايد. خلاص اخليها ما احركهاش، هخليها كده في مكانها مش هتتحرك. اللبسنج اللي احنا في مدارس بتعتمد على اللي انت بتقوليه ده. في مدارس بره اللي هي زي الياباني والكوري والحاجات دي بتعمل اللي انت بتقوليه ده، اللي هو ليميتد انيميشن. الليميتد جدا. واحنا بنروح نشتريه عشان رخيص ونعرضه ونبوظ دماغ ولادنا. كلنا عشنا جيل، فاكره حضرتك كابتن ماجد؟ وما زال ومستمر. كلنا عشنا على كابتن ماجد وما زال ومستمر. وسلو موشن والحاجات. عشان احنا مش بيهمنا المضمون، احنا بيهمنا ثمنه. بنوفر. للاسف الشديد. طيب استاذ شويكار، خلينا نتكلم على مهرجان سينما وفنون الطفل. واحنا احتفلنا من فتره قريبه بدورته ال 22 بعد توقف لمده 3 سنين، وحضرتك شاركتي في دورات كتيره جدا خاصه بيه وكان في ورش عمل. في نفس التوقيت ده بيقام مهرجانات اخرى زي فيكام في المغرب، وبيحضروا نجوم كبار في عالم التحريك زي مثلا على سبيل المثال الحصري ميشيل أوزلو، إيزاو تاكاهاتا، ألكسندر بيتروف. يعني في حراك وفي ناس مهمة جدا من الرواد في التحريك. المقارنة ما بين هذا المهرجان مهرجاننا وبين المهرجانات الأخرى اللي بتستدعي هذه القامات والرواد الكبار جدا في هذه الصناعة. لا، هو من حيث الضيوف احنا بنستضيف ناس برضو علامات في الرسوم المتحركة. بنستضيف رؤساء مهرجانات ومن التخصص من الرسوم المتحركة. بنستضيف فنانين في الإخراج في الرسوم
في الكاركترات، في الشخصيات، بنستضيف متخصصين كتاب. يعني مفيش مشكله في الضيوف؟ لا بنختار طب تفعيل بقى اللي حصل في المهرجان، نعم؟ يعني الى اي مدى بتفعل التوصيات او بتفعل الانشطه اللي كانت في المهرجان بعد كده تستمر بقى طول العام؟ هو المفروض طبعا العروض بتاعت الافلام المشاركه او حتى اللي خارج المسابقه بتعرض في المدارس وبتلف وبتسافر. يعني النشاط ده موجود. لكن الفنون بقى اللي هي الورش والحاجات دي بقى بتعتمد على كل مؤسسه قدمت ورش شكلها ايه، فهي ده دورها بقى ان هي تتحرك بيها. لكن في فتره المهرجان بتبقى مسؤوليه المهرجان نفسه. لكن غير كده الضيوف يعني بيبقوا مختارين بعنايه ونقاد ومؤرخين لرسوم متحركه وصحفيين متخصصين في رسوم متحركه من الخارج. لا الحقيقه بيبقى فيه. طب حضرتك تعلقي بايه في الدوره دي تحديدا؟ بقى في مزج ما بين سينما الطفل الموجهه للطفل والمصنوعه بايادي اطفال، واللي بيقيموها كمان كرؤساء لجان تحكيم واعضاء لجان تحكيم، وما بين السينما بقى الانيميشن اللي هي التخصص. هو السنه دي ما كانش فيه السينما المصنوعه بايدين الاطفال، ما كانش ليها قسم. السنين اللي فاتت او الدورات اللي فاتت كان ليها قسم، لكن المره دي هي مشاركه يعني ضعيفه مش قوي، واشراف كبار. وبالذات كانت من انجلترا. كان في مجموعه من انتاج انجلترا، كانت مؤسسه معينه هي اللي قايمه بالده. لكن الانيميشن كان فيه حاجات فيها تطور كبير جدا، وحاجات فيها خيال جميل جدا، واستخدامات وتكنيكات جديده. وراهم انتاج، وراهم شركات بتنتج. فكان في وعندك فرصه للابداع، عندك فرصه للتجريب. دي كلها حاجات احنا محرومين منها، لان احنا بننتج على قد الايد. الشاطره ما فيش رفاهيه المغامره او رفاهيه التجربه. يعني بتجربي وانت بتشتغلي كده في وسط الحاجه، بتزقي حاجه. لكن مش بتعملي فيلم يعني لا يحتمل التجريب للاسف. لا معلش انا يعني اختلف. لان اقول لحضرتك العبقري ثروت عكاشه رحمه الله عليه لما انشا المركز القومي للسينما في اوائل الستينات، هو انشا مركز للتجريب. ما انشاوش علشان خاطر اعمل عمليه تجاريه، لا ده انا زي مركز البحوث يعني كده. جربي في حدود المقدم. ما عنديش رفاهيه التجربه. حتى دي المفروض يبقى عندك رفاهيه التجربه. يعني ما انت يعني انشانا مركز القومي للسينما عشان خاطر الفنانين وعلى فكره المركز ده هو اللي طلع ناس كتير زي داوود عبد السيد. طبعا. ايوه انا مع حضرتك في ده، لكن انا بتكلم مثلا في حدود التلفزيون. انا في حدود التلفزيون الاداره بتاعتي بتاعت رسوم متحركه كانت اداره خدميه، ما كانتش اداره انتاجيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا اعمل له تتر، اعمل له فيل اعمل له برامج تعليميه، لكن ما اقدرش انتج فيلم كرتون. فكان دي بالنسبه لي لما انا اتسلل واجيب ماتيريال، وانا جايه معايا من السفر مره من المرات جايبه ماتيريال عشان اعمل بيه تجربه لنفسي. واخد الكاميرا اوريدي موجوده، استغل الكاميرا واعمل حاجه نشاط، كانك حراميه، كانك بتسرقي. يعني كانهم خدوكي حطوكي على عرش مرصع بالجواهر ومقيدين، خانقينك. فما عنديش رفاهيه التجربه. احنا كنا بنعملها كده بينا وبين بعض يعني. حبي وناخد مثلا الماتيريال اللي قبلينا، الناس اللي قبلينا عاملين شغل، مثلا واحد ماشي ازاي وواحد جاي ازاي، نركبهم على بعض ونعمل فيلم جديد ونكتب الانتاج الخاص يقدم. احلى حاجه بتتكلموا منتهى الصراحه والاريحيه والشفافيه، لان فعلا احنا عايزين عايزين نتطور. خلاص بقى تعبنا من التخبيه رغم تجربه مهيب الجميله جدا اللي فاز طبعا وخد جوائز وكل شيء، وبعد كده فوزير الحاج فهمي والف ليله وليله. رغم ده كله ما كانش حد معترف ان احنا ممكن ننتج كرتون. الانتاج اللي بجد الكرتون بدا في التلفزيون في القطاع التلفزيون في التسعينات. وفي المتخصصه ابتدينا سنه 98. ده الانتاج الحقيقي في رسوم متحركه. الفتره الذهبيه للانتاج الكرتون بفضل حسن حامد. تمام. ان هو كان شغوف انه يطلع كل حاجه كويسه جديده، وكان يتمنى ان كل حاجه زي ما هو عاوز يشوف، زي ما هو يتمنى ان الدنيا تبقى شكلها ايه. طيب احنا بنأمل يا رب يعني يبقى خير اللي جاي. فعلا انتجنا اجمل شغل
في الوقت ده؟ في الوقت ده من 98 لغايه 2010. طيب ابرز المحطات يا استاذ شويكر، يعني ابرز الحاجات اللي قدمتوها في الفتره؟ يعني مثلا ختمت انا خدمتي في انتاج المتخصصه ببسنت ودياستي. طبعا، اللي خد تقريبا مش اقل من 5 جوائز مصريه وعربيه ودوليه. لا وكمان صوت 2 من النجوم، يعني ده زود طبعا. ما هو ده بقى هنا ان في تكلفه صح، تقدري تجيبي نجوم يعملوا الصوت زي ما بره بيعملوا الاصوات مخصوص وبيصمموا الشخصيه على شكلهم. انت في بسنت ودياستي هتلاقي ان تصميم الشخصيه شبههم شويه ها ف يعني لما تنتجي. لا وبعدين جبتيها من قلب الغيط المصري، حاجه وثيقه الصله بمجتمعنا. ودي اول انتاج مصري للعيله، مش بس للاطفال. لان احنا اتخذناه حاجه اجتماعيه. احنا بنتريق على تصرفاتنا، بنتريق على سلوكنا، ان احنا بنستهلك الحاجه ازاي، بنتعامل مع الكمبيوتر والامكانيات الحديثه ازاي، وبنستعرض رغم حالنا المالي الغير طبيعي بنعمل بورت ومش عارفه ايه. بورتو القريه بتاعتنا احنا مجتمع استهلاكي. ايوه كاريكاتير للمجتمع. كان مؤثر مش بس للاطفال، ده كان مؤثر للكبار، للعيله كلها. لا يعني اشتغلنا حقيقي بمجهود مشرف، واشتغل معايا في الانتاج ده، بحيث ان انا كنت المسؤوله من 98 ل 2010. كان رهيب من الشباب الرسامين الرسوم المتحركه، وناس كانت مجرد انيميتور عند شركه تانية، بقى هو المخرج وعمل استوديو عشان ينتج للرسوم المتحركه للمتقلات المتخصصه. جلابيه بالكهرباء. ايوه جلابيه بالكهرباء، احدث اختراع صيني، تجفيل محلي. ودي جبتها كيف؟ اشتريتها من على النت. انت دخلت على النت تاني يا ضياس؟ احنا في المتخصصه خدنا في ال10 سنين ما لا يقل عن 45 جايزه. صحيح. طب ما هم دول منين؟ لا جبنا حد من بره ولا جبنا مؤلف من بره، كان دايما يقول لك ايه، اصل مفيش حد بيكتب. المشكله مش في الطاقات ولا القدرات ولا المواهب، كل ده موجود. هو المساله اهتمام ورعايه ومتابعه وتمويل. وتمويل دي اهم حاجه، ثم تسويق. طبعا نقطه الضعف الاساسيه او الكبيره جدا في انتاج الكرتون هو التسويق. ما عندناش تسويق للرسوم المتحركه بتاتا. يعني مهتمين قوي القطاع الاقتصادي ان هو يسوق الدراما. كان مثلا الفيديو كليب، الحاجات دي بتسوق نفسها. الناس الفضائيات الاخرى بتاخد الحاجات دي باسماء النجوم. صحيح. احنا لازم نتسوق. ما فيش يعني ايه، ما هو انت لو جبت فلوس هتديني فلوس انتج. طبعا. يعني هي الدايره كده تكمل وتقفل. فبالتالي طبعا نقطه فكره كمان ان قطاع واحد بس هو المسؤول عن التسويق لكل القطاعات اللي في الاتحاد، دي مشكله. يعني المفروض كل قطاع يبقى له قطاع تسويقه. يعني والله كانت تبقى يعني أفضل. يعني عارفه لو يدوا المسؤوليه دي لحد كانت تبقى يبقى مهم، يبقى مهتم، يبقى عارف ان هو كل ما هيسوق كل ما هيجيب فلوس. صحيح. كل ما هينتج تاني. صح. كان يبقى شيء مهم. استاذ سحر، خلينا نتوقف. حضرتك اشتغلتي، استاذ شويكار كمان اشتغلت مع استاذ علي مهيب في بدايه التلفزيون في الستينيات، وهو ده الراجل ده فعلا اللي بنؤرخ ليه ان هو عمل اداره حقيقيه للرسوم المتحركه، اهتم بشكل كبير. وان كان في محاولات قبل كده من اشخاص زي انطوان زهدي حاكم، وطبعا استاذ شويكار كمان هتكلمنا عنهم. تقيمي تجربه علي مهيب ازاي، وكان التعامل معاه عامل ازاي، فكره؟ اولا انا اصغر بكتير من ان انا اقيم تجربه استاذ علي مهيب. لا يعني بحكم الخبره والتاريخ. التاريخ ده انسان هو علامه، يعني كان علامه. كان عبقري فعلا، عبقري كفنان. وكان حتى سلوكياته الشخصيه، يعني هتكلم عن المستوى الشخصي والمستوى الفني. المستوى الشخصي اولا هو كان له هيبه من اسمه، له نصيب من اسمه حقيقي فعلا. الراجل ده كان له هيبه. هو كان وسيم، وكان انسان صوته ما يعلاش، ويمشي الدنيا كلها بحس صوته الواطي ده. أيوة. يعني تسمعيش في الاستوديو ما كناش نسمع صوت. صاحب يقه بيضاء زي ما بيقول المخرج من اصحاب اليقه حاجه البيضاء. كلاس كده كان الحقيقه، حق ربنا. وزائد بقى انه كان دقيق جدا في الشغل. يعني انا اتذكر مره كنت برسم فيجر شخصيه كده وبعمل لها ظل. وجي وقف عليا قال لي ده اسمه هباب مش ظل. هباب والله كده. انا اتخذت، قال لي فعلا الظل لو ما كانش يتعمل صح
يتحول يبقى هباب، يبقى هباب القلم والرصاص، ما يبقاش ظل. من يوميها بقيت فاهمه يعني ايه ظل، اعرف الظل جاي، الشمس فين، النور فين، الاضاءه فين، كل حاجه. اشتغلتي على نفسك، حبيتي اشتغلت على نفسي، ومع ذلك كنت حاجات كتير قوي ما عجبوش. يعني فاهمه هو عايز يميل الى الكمال ده، يقترب من الكمال. وكان الى اخر وقت بيشتغل بنفسه. يعني في حاجات كان يعملها بنفسه، وكان ينكب على الشغل. يعني لو في شغل ما عندوش مانع يطبق يوم واتنين علشان مش هو ممكن. يعني احنا عندنا دلوقتي فنانين اقلب يطلع الشغل في 3 ايام. لا استاذ علي ما كانش كده، سقعه وزيعه. الشغل اتعمل ايه ده، الشغل ده فيه غلطه، واحنا ما كانش بقى فيه لا فيه الكمبيوترات ولا فيه الكلام ده، كله شغل مانيوال. يعني حضرتك بتصوري البنسل تيست وبتروحي تحمضي وبتروحي تطلعيه جهد اكبر، وقت اطول، فظيع. الشغل مش عاجبه، يعيد مره واثنين ويعيد ويصلح، ونقطه الضعف دي جت من. لا هو كان انسان الحقيقه كان اولا يعني بيشتغل مع اللي معاه بحب. بس هي كانت في نقطه في استاذ علي، انه ما كانش مدرسه مفتوحه. لا كان مدرسه يعني ما بيعلمش اللي حواليه. مدرسه منغلقه، وده نقطه الضعف الوحيده في الاستاذ علي. يعني من وجهه نظري علمه عرفه كل الناس، ده كنا مصر دي بقت حاجه تانية. مصر في الرسوم كانت هتبقى حاجه تانية فعلا، لان الاستاذ علي مهيب كان عنده يعني كم من العطاء. لو كانت ده كله كان الناس كلها في مصر متهيألي بقت فنانه. وضعنا اختلف، لان حضرتك تشوفي الاعلانات بتاع الاستاذ علي مهيب كانت تدرس من ناحيه، لان استاذ علي كان آلي مهيب عموما. يعني كان هو اشترك، كان استاذ محمد مهيب وابنه الروحي استاذ الدكتور علي سعد مهيب، الله يرحمه، واستاذ حسام اخوه، وحتى ابن اخوه محمد مهيب اللي هو مدير ضرايب كان له في يعني قد ايه من كتر شغفه اللي هو شافه من عمه. كل الناس فيه، كل الناس كانت بتحب الجو بتاع استاذ علي مهيب وطريقه شغله. ولما تشوفي الانتاج كان مبهر. يعني لما تشوفي انتاجه، لما تشوفي خطوطه على الورق، حاجه ايه ده، كان فعلا علامه. نعم. الله يرحمه. حضرتك عايزه تعلقي؟ عاوزه اعلق، لان الكلام فعلا بيعمل ايوه ده احلى حاجه. الاستاذ زهر بتقول ان هو له طريقه خاصه في ان هو ما بيديش المعلومه، ما يقولش العطاء، وكان محكوم شويه. انا ليا تجربه قويه جدا بقى، بالعكس انا شفت عكسها بقى. هو كده لما عمل معايا حركه، ان انا كنت بعمل حاجه اسمها كاشه. الكاشه دي بتبقى يعني ازاي تقفلي بلون وبعدين ترجعي تعملي عكسها بنفس فانا كنت عامله كاشه اختراع بقى، مثلثات مثلا 2 سم في 2 سم، حاجه كده صغيره قوي ودقيقه جدا. وخلصتها وبلون، فاكتشفت ان اللون مش اسود، هو لازم الكاشه تبقى سوداء. فده مش اسود، ده رمادي ده. وكان الوان رخيصه بقى، حاجه اسمها ديروتون، حاجه كده من الحاجات الرخيصه. فهو بيمر عليا في الاستوديو، فبقول له استاذ علي انا حاسه ان ده لونه مش اسود. قال لي والله اللي انت تشوفيه، انت شايفه ايه؟ ما يقولكيش. خلاني يحفزني ان انا ادقق اكتر، ان انا اقرر لنفسي. يعني دي حاجه انا اتعلمتها، اخد القرار انا من نفسي. ما دام شكيت يبقى في حاجه غلط. صحيح. فمن هنا انا في الحته دي عملتي ايه بقى؟ معايا عدتيه كله في صمت شديد. عدتها كلها، وقت وجهد فظيعه يعني مجهود. بس هو كان فعلا يتميز بهدوءه وهيبته، وتحس يعني تبقي قاعده في الاستوديو فجاه تلاقيه قدامك، فجاه طلع منين، ما تحسيش كده. طيب استاذ شويكار، فتره استاذ علي مهيب وما بعدها الستينيات والسبعينيات والثمانينات كانت طفره في عالم الفيديو كليب والاغاني المصوره في الدراما. بقى في جرافيكس طول الوقت، بقى في تشغيل اكتر لفكره التحريك والانيميشن. بعد كده حصل دروب لغايه الفتره اللي حضرتك ذكرتيها انها فتره ذهبيه في المتخصصه. ايه اللي حصل بقى؟ طيب اسمحي لي بس اقول لك ان في بعد علي مهيب، في بعد ما ساب التلفزيون في طفره حصلت تانية، اللي هي طفره مع فهمي عبد الحميد. طبعا اللي هي كانت المنوعات والدراما والكرتون. بس ابتدينا اصلا بالكرتون. بعد علي مهيب عملنا حاجه اسمها مسلسل جحا. كانت ابيض واسود طبعا، ما كانش التلفزيون. ما بين بقى استاذ علي مهيب وما بين استاذ عبد الحميد
كانت في فيلم ده طفره في افلام في الكليبات. انا احلى حاجه انه كل ما تتكلموا عن حاجه يا فرديه يا طفره. ما هي طفره، ما هي طفره. انا اقصد يا استاذه في التلفزيون، ما هو كان في التلفزيون. الفيلم الاستاذ علي مهيب عمله عن كانت نيلي، كان لايف انيميشن الخط الابيض. ما هو ده كان كليب. طبعا ده كان يعني الخط الابيض يعني طبعا ده سابقه للكليبات مع الاستاذ علي مهيب. التكنيك اللي معمول بيه الافلام الاجنبيه هو نفس اللي هو نفذه الخط الابيض. فده كان ملكه استاذ علي مهيب في الفتره دي احنا لا نمتلكه في الوقت الان. بالعكس ده احنا نمتلك اكتر. طب لا الدماغ طبعا الدماغ نمتلك اكتر. لا فالمهم بعد علي مهيب وبعد علي مهيب ساب التلفزيون. فهمي عبد الحميد هو تلميذ من تلاميذ علي مهيب، وعملنا حاجه اسمها جحا. كانت عبد المنعم مدبولي وكرتون. كان جحا كرتون وعملنا مدبولي لايف. فدي وبعدين ابتدينا بقى ده التسلل بقى اللي كنا بنعمله. ازاي بتعرفي تتسللي وتعملي حاجه انت عاوزه تحققي نفسك، مش معقوله هتقعدي بس خدميه. جت بعد كده الفوازير وبعد كده الف ليله وليله. فدي فعلا طفره في السبعينات لغايه وفاته في سنه 90. صحيح. وبعدين داون كل حاجه وقعت تاني بعد فهمي عبد الحميد. صح للاسف. لغايه ما قامت في اواخر التسعينات بعض التجارب الفرديه كافلام الكرتون في مع الله يرحمها منى ابو النصر. طبعا. وطبعا كان في فايزه حسين. كانوا عملوا استوديوهات خاصه وابتدوا ينتجوا للتلفزيون. 98 دي بقى اللي هي الضربه القويه، الضربه الذهبيه بقى في بتاعت القنوات المتخصصه. طيب قبل ما نيجي عند القنوات المتخصصه خلينا نتوقف يا استاذ سحر عند تجربه دكتوره منى ابو النصر. الست دي الله يرحمها لسه اسمها بيتردد، لسه محفور في ذكرانا ككبار وصغار. وخلينا نتوقف عند تجربتها الأكثر شهرة رغم أنها عملت حاجات كتير جدا. بكار اللي طلع من قلب أسوان، الشخصية الكرتونية الجميلة اللي بتعلمنا مبادئ وقيم وما إلى ذلك. ليه التجربة دي نورت قوي 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 ونالت هذا القدر من الاهتمام والشهرة؟ اولا هي نورت قوي ويعني ونالت القدر ده من الاهتمام والشهره لسبب وجيه جدا، انها كانت اول حاجه تعمل هويه للشخصيه المصريه الكرتونيه. كانت ولو ان الجنوب الاكثر جنوبا ده مش هو ده الشخصيه الوحيده اللي تبقى عنصر. هي عنصر من عناصر الشخصيه المصريه طبعا. لكنها مش كل الشخصيات المصريه. احنا مفتقدين جدا للهويه الكرتونيه المصريه. صحيح. فهي عملت ده في جزء، لكن حققت بيه قبول ونجاح جامد جدا. النقطة الثانية إن الخلفيات بتاعة الشخصية دي اللي كانت موجودة كانت خلفيات في منتهى المصرية. يعني وكانت محبوبة جدا، وكانت شخصية المعزة اللي مع بكار دي صديقة بكار. صديقة بكار دي عملت نوع من الحميمية عند الكبار والصغيرين، يعني الكبار أكتر من الصغيرين. يعني الناس تصاحب قطة كلب، لكن حكاية معزة كانت قد إيه ليها دلالاتها وليها معناها الراقي الجميل كمان يعني. زائد ان الاستاذه الدكتوره منى ابو النصر كانت فنانه بطبيعتها. هي يعني تركيبه فنيه كويسه قوي، وكانت اداريه كويسه قوي. فقدرت تعمل جروب حلو قوي. هو دايما يا اما تبقي اداريه كويسه قوي يا فنانه، لكن الاثنين هي كانت بتجمع بين الاثنين. بتبقى وكانت الحقيقه يعني ست شغلها كان بيبان على الشاشه. اللي حصل بعد كده بقى ان هي عياها وتوفيت. حصل دروب جامد. وقيل ان المسلسل هيتكمل بابنائها اللي هي مربياها على ايديها، وحصل بس ما كانش بنفس الروعه والجوده. ما فيش ولا الجوده دي اللي هو ايه اضرب واقلب سوري يعني معلش، او يمكن مش عارفين يعني التسبيكه الخلطه. هي كان ليها طبعا يعني بصماتها، يعني الف رحمه ونور عليها. في برضه بالنسبه للبكار ومنى ابو النصر الله يرحمها في اسباب نجاح اخرى غير النجاح الفني، اللي ان هي تنتج 5 سنين ورا بعض. فبالتالي ثبتت الشخصيه عند الطفل في اذهان الناس كلها، واختيار الوقت المناسب للعرض. طبعا كل دي حسابات تساعد على النجاح. صح. لكن احنا عادة الكرتون يا اما بيتعمل الصبح بدري والولاد لسه نايمين او رايحين المدرسه، يا اما الظهر وهم لسه ما رجعوش من المدرسه. لكن ده كان الله يرحمها سوري الإطريبي كانت رئيسة التلفزيون في الوقت ده، فكانوا عاملين له حسابات مظبوطه، ميعاد عرض، محددين الجمهور المستهدف، ميعاد عرض مناسب محسوب، ساعه الفطار في رمضان لانه كان موسم،
والانتاج لمده 5 سنين اعتقد او حاجه كده، او كان عدد فده ثبتت الشخصيه. غير بقى لما انت تنتجي 30 حلقه او تذيعيهم مره واحده في رمضان وتموت بقيه السنه. طبعا. أعزائي التلاميذ، انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الأطعمة الملوثة التي تنقل الأمراض، وخاصة يا أولاد الالتهاب الكبدي. ولأننا حريصون على صحتكم سيقوم الدكتور إبراهيم زعزع بتطعيمكم، أرجو أن تتعاونوا معه. التطعيم قال أي حد ممكن يا حسونة. ليه يعني؟ هو احنا لسه عيال؟ ولا يعني كنا لسه عيال؟ أنا مش هطعم، إيه رأيكم بقى؟ يا سلام، ليه بقى إن شاء الله يا حسونة؟ لأني قوي وشجاع ومش ممكن عيا أبدا. أمال إيه؟ داني حسونة. بتضحكوا ليه؟ سكوت يا أولاد وبطلوا ضحك شوية. الدكتور إبراهيم زعزع دلوقتي هيديكم كل واحد حقنة للتطعيم ضد الأمراض. وطبعا انتوا شجعان يا أولاد وما بتخافوش من الحقن، احنا خايفين على صحتكم. صدقوني يا أولاد ما تخافوش، محدش هيحس بأي ألم، وبعدين الحقنة دي ضرورية علشان محدش فيكم يعيا لا قدر الله. مفهوم كلامي؟ أمال إيه؟ بس بعد ما ناخد الحقنة عايزين لو سمحت يا حضرة الناظر ناخد بقية اليوم أجازة. بلاش الخوف ده يا فارس، وعلى كل حال لو أي حد الحقنة وجعته هنديله أجازة يا سيدي. وأنا حسبت لكم إن الحقنة ما بتوجعش. زميلكم همام أول واحد هياخد الحقنة، وأنا جاهز أهو. ولو وجعته هيقول لكم. يلا يا همام. حسيت بحاجة يا همام؟ حسيت بأي ألم؟ لا. برافو عليك. يلا يا شطار، اللي بعده. يلا يا أولاد وقفوا صف واحد، انت في الأول يا بكار. حاضر. قول لي يا همام، صحيح الحقنة اللي خدتها ما وجعتكش بجد؟ ما وجعتنيش خالص يا بكار. ما تخافش أبدا، داني حتى بفكر أخد حقنة تانية. يلا يا حبايبي يا شطار، كل واحد يشمر دراعه. مفهوم كلامي؟ حاضر. في يعني رأي كده بيقال وبيتردد في الأروقة إن اللي موجودين في مصر دلوقتي من فناني أفلام التحريك والأنيميشن هم 1600. 100 منهم أصحاب الموهبة والمبدعين الحق يعني، و500 منهم أصحاب الموهبة المتوسطة، والباقي هم اللي لسه مبتدئين واللي محدودي القدرات. أستاذ سحر، تعلقي على هذه الإحصائية بإيه؟ هي طبعا الإحصائية أنا ما عنديش خبر بيها يعني. لكن اللي عايزة أقوله لحضرتك، أنا لو عندي 100 بيرفكت قوي ومبدعين قوي، واللي تحتيهم نص نص واللي تحتيهم ربع ربع، هيشتغلوا وهينتجوا حلو قوي. صحيح. لو وفرت لهم الجو المناسب. احنا دلوقتي بنجمع فناني رسوم متحركة تحت راية الجمعية المصرية للرسوم المتحركة. يعني بحيث ان احنا يبقى لنا نشاطاتنا، يبقى لنا لقاءاتنا، يبقى لنا اعمالنا، يبقى لنا صوتنا. ففنانين الرسوم متحركه محتاجين ان هم دايما يبقوا في تكاتف، لانه عمل جماعي طبعا. فما تقوليليش ان الاولويه دول عندهم مواهب. طب ما اللي عنده موهبه ما يشتغلش لوحده، محتاج ولازم يعني يوصلها للي معاه. انا لو رسمت كادر محتاجه واحد تاني يكمل لي ما بين الكادر وما بين الكادر، ما بين البوز ده والبوز ده. شغل اللي بينه مين اللي هيعمله ده؟ صح. نص الموهبه ويحس بقيمته طبعا. فهو عمل جماعي محتاج الكل، محتاج يعني محتاج الموهبه الكامله والنص موهبه والربع، واللي ما عندوش موهبه خالص انا ممكن اشغله في حاجات أيوة تانية. انت توظيف، انت بتوظفيه ازاي؟ طب استاذ شويكار، احنا اتكلمنا عن القدرات، احنا عندنا ناس موهوبه ومبدعين، اتكلمنا كمان بمنتهى الصراحه ان احنا ما عندناش تمويل. طيب في نقطه تانية مهمه جدا، دايما احنا بنستورد الاعمال الكرتونيه وافلام الانيميشن والتحريك، وللاسف بنختار، مش عايزه اقول الحاجات الاسوأ او الاقل في المستوى. ليه احنا ما عندناش هذا السوق ان احنا نوصل كمان الكرتون بتاعنا زي دياستي وبسنت، زي بكار مثلا، ان هو يخترق القنوات الاخرى اوروبيه امريكيه؟ ليه ده ما بيحصلش؟ ما هو للاسف الشديد زي ما اتفقنا قبل كده ان التسويق الدايره غير مكتمله. انت بتنتجي تخرب كل اللي حصل في للاسف الشديد. يعني انا اذكر في مره في مهرجان في تونس، مهرجان كان فيه من ضمن المهرجان حاجه للاطفال. يعني مسابقه
متعدده الفئات العمريه. ف انا رحت قبليها وحضرنا ووضبنا اللجان والمشاهده والحاجات دي كلها، وفي سوق بقى هيتعمل مع المهرجان. فقالوا لي الوفد المصري وصل بتاع السوق، فنزلت اشوفهم، لقيت الكابينه معموله والبوسترز متعلقه والشرايط موجوده. طيب جبتوا شغل اطفال بس الزملاء اللي جم منتهى ده الطبيعي. قال لا، وما انتوا جايين تعملوا ايه؟ ده مهرجان فيه جزء للاطفال. قال لك ما حدش قال لنا. يا نهار ابيض. يعني ايه ما حدش قال لك؟ انت جاي مهرجان تورست، طب من باب الفضول اعرف ايه، بيتكلم عن ايه المسابقات، مفيش تسويق، مفيش مش في الدماغ خالص ان هو يسوق. هو يلا انت بتسوق. لا، وبيتعاملوا بفكره الموظف ان هو اداري وموظف، مش ان هو ومحدش قال لي، عنده هذه محدش قال لي، واللي قال لي يقول لك ده محدش قال لي وده ما قالش لده. يعني حاجه مش مشكلتي. هم يطلع نفسه. شوفي لك ان تتخيلي بقى انت عامله انتاج شكله ايه ومستنيه يجي عشان يدخل ويشارك بقى ويبقى في السوق. يعني سيبك من اللي مشارك في المهرجان، انه يبقى في السوق يتعرض طبعا. زي ما بتعرض دراما، زي ما بتعرض فيديو كليب، زي ما بتعرض برامج مسابقات، اعرض كرتون. امال احنا كتير قوي. ما هو انتاج، ما دي فلوس طبعا. هنروح بعيد ليه؟ هي ده حالنا للاسف الشديد. وحالنا اكتر بقى من 2011 حتى الان. وضع مصر لان كله وضع مصر كله بالظبط كده، ما فيش فلوس. طب اقول لك على حاجه، ما فيش فلوس، ما فيش انتاج، بس في انتاج قديم سنين جددوه، رمموه، نزلوه، عيدوا اذاعته مره اخرى. عيدوا اذاعته، ما بينزلش. في المكتبه بيعمل ايه؟ صح، لغايه لما بيهدر وطاقات بتضيع وشرايط بتتحرق. يعني ممكن الشرايط، يعني انا لا استبعد ان الشرايط يتسجل عليها حاجه ثانيه واتمسحت، دي تبقى مصيبه. والله العظيم تخيلي انك بتذبحي، يعني كانك بتذبحيني كده. طبعا. شغل اتصرف عليه قد ايه، وشغل الناس تعبت فيه قد ايه، وبعدين محطوط في المكتبه لا يعرض. طب هو اتعمل ليه؟ صح. عشان كده انا بقول لك جزء من نجاح بكار الاصرار على عرضه واصرار على انتاجه عده سنوات متتاليه بحيث اتثبتت الشخصيه. نعم. الخروج من هذا المأزق يا استاذه سحر واستاذ شويكار. الخروج من هذا المأزق يجي في حاجتين. اول حاجه تبني التقاط، وان انا المبدعين دولت ما اخدهمش هم كبار، لا ده انا اعمل لهم تنقيه واعمل لهم تدريب وادخلهم مدارس متخصصه في الفنون التشكيليه، وانا يعني اتبناهم، يعني احتويهم واتبناهم لحد ما يبقوا فعلا فنانين اسيبهم على التراك. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه نقطه التمويل. زي ما الاستاذه شويكار قالت، التسويق والتمويل للموضوع ده، يعني امول صح واسوق علشان يجي لي شغل تاني، اكمل الدايره. هي دايره مبتوره منقوصه، انا عايزه اكمل الدايره. طب استاذ كده هتبقى تمام. طبعا متفقه جدا. بس انا يعني طمعانه في ان احنا نخرج من الموضوع ده، مش بس بالتمويل، لا بالاراده ان يبقى عندنا الصناعه قائمه بذاتها. انا في مهرجان الاقصر كنت بلف على المدارس الابتدائي ومعايا شرايط شغل انتاج كرتون مصري وبفرجوا للولاد وفرحانه بيهم وهم فرحانين ومشغوفين ومش عارف ايه وكده. نعم. فمن كتر ما انا حزينه ان احنا ما عدناش بننتج، اتخانقت مع منتج مصري شهير جدا. هو منتج سينما وما يعرفنيش شخصيا، يعني يعرف اسمي لكن ما يعرفنيش ان انا دي فلانه. فقلت له انت هتنتج كرتون. هم عايزين كده لازم تعمل. فراح عامل كده، قلت له انت هتنتج كرتون. نعم. يعني ازاي الدوله معهاش فلوس؟ انت معاك فلوس تنتج كرتون. قال لي مش لما نبقى ننتج سينما. صحيح. ما السينما برضه. فانا ماشيه اتخانق. يعني ليكي حق الشغف، عندك شغف، عاوزه احس بالنتائج. استاذه شويكار، انا بس ليا بيقولوا لي اتفضلي. حاجه بسيطه قوي، ناخد بالنا ان الرسوم المتحركه دي هي اللي بتنحت الطفل عشان يبقى شاب.
اكيد النحت اذا ما كانش صح من الصغر هينتج لي حاجه في الكبر انا مش عايزاها، مشوهه. والعنف اللي احنا بنشوفه ده صحيح نتيجه تراكمات لحاجات حصلت في الصغر. صحيح. فاحنا من ضمنها ناخد بالنا كويس قوي من الحاجات اللي بنستوردها في الرسوم المتحركه، لان هي دي سبب رئيسي جدا في اللي احنا فيه دلوقتي. استاذ شويكار خليفه، مخرجه افلام التحريك والانيميشن ورائده من رواد هذا الفن، شكرا لحضرتك، نورتينا. استاذ سحر الدالي، رائده في هذا المضمار ايضا ومدير اداره الجرافيك والرسوم المتحركه بالمركز القومي للسينما، شرفتينا ونورتينا. شكرا. مشاهدينا لسه بنكمل مع حضراتكم، بنعرض لامور كثيره جدا وقضايا اكثر في هذا الملف الشائك والرسوم المتحركه والانيميشن في مصر، اين كانت والى اين ستصل بنا. انتظرونا، لسه مكملين معاكم المشوار.